بسم الله، الصلاة والسلام على رسول الله. اليوم جيتكم بتحلية بنينة بزاف، نتمنى انكم تجربوها. اول حاجه نديرها نخدم الجينواز تاعي. انا ديت بيضها، حطيت فيه 5 بيضات كاملين، زدت لهم مغرف لافاني وطلعتهم شويه. بعد زدت معاهم سكر كريستاليزي نورمال بمقدار 90 غرام، زدتها مع خلطتهم مليح تطلع لي البيضه تاعي سوسوه حتى ولا ابيض. ومن بعدها وزنت 70 غرام تاع الفارينه، وحطيت معاه باكيت تاع خماره استعملت نواره، سبودريتهم فوق هذاك الخليط تاعي البيض اللي طلع لي، وإسيت نطلع من فوق لتحت باش ما نهبطش لاموس تاعي. ومن بعدها زدت لهم 70 غرام تاع الزيت على دفعه واحده. نحكم لاسباتول تاعي نخدم من الفوق لتحت ما نهبطش هذيك لاموس. من بعد نحكم بلا يدخل الفور 30 على 40 سنتيمتر، نحط فيه بابي كويسون ونحط عليه الخليط تاعي اللي حصلت عليه، نديرو في الفور يطيب مده 7 دقائق. الفرن يكون مسخن من قبل لمده 15 دقيقه على 180 درجه. اكيد تحمر لي طيب لي من تحت، نشعلو تحميره من الفوق ونحيه. ونروح للكريمه تاعي. انا درت لا كريم شانتيي، خلطت كاس تاع كريم شانتيي مع نصف كاس ماء. كي طلعوا لي مليح طلعت لي لاموس هذيك، رحت زدت لهم لا كريم فريش مخلطه مع شوكولا بلون تاع الوجدان، شوكولا بيضاء. انا استعملت حوالي 60 غرام تاع شوكولا بيضاء مع 100 غرام تاع كريم فريش. كي بردوا لي زدت ضفتهم للخليط تاعي تاع لا كريم شانتيي، وزدت معاها باش نكهها نعطيها الذوق المناسب. درت مغرف تاع البخاليني، خلطتهم مليح حتى طلعوا لي مليح، حطيتهم بجيه. رحت البسكويت تاعي بعد ما برد لي نحيته من البابي كويسون تاعو وقسمته على زوج، باسكو نستحق دو في تاع بسكوي. نستعمل وحده ونزيد الاخرى فوقها، نستعمل طبقتين. اول حاجه نديرها نحط البسكوي تاعي فوق بابي كويسون، نحط الجزء الاول تاع جينواز، ومن بعدها نسيي نشربه بالحليب بالبانسو، ونحط عليه لا كريم اللي غسلت عليها من قبل. ومن بعد نحط عليها شويه فخاد مقطعه قطع صغيره، نحط عليه شوكولا طاغتيني. انا استعملت الوجدان، نسيت نحط كامل في مستوى الفراس تاعي والكريمه. ومن بعد نحط الطبقه الثانيه تاع لا جينواز نشربها حتى هي بالبانسو والحليب. ومن بعد نحط عليها لا كريم اللي كنت مطلعتها من قبل، نطاليها سوسو فوقها طبقه مليحه تكون واحد 1 سنتيمتر ولا. ومن بعد نزيد عليها بنان مقطع دوائر، نحط عليهم كريم كراميل. كريم كراميل خدمتها في صنع منزلي، اللي تحب الوصفه تاع كريم كراميل تبعث لي برك وانا نحطها لها. نحطها فوق هذاك البنان، نسي نطاليها فوق كامل التحليه تاعي باش تجيني كامل كيف كيف. وهذه هي النتيجه النهائيه. خلوها تبرد طبعا في الثلاجه لمده 3 سوايع ولا 4 على الاقل قبل التقديم. وهذه هي النتيجه النهائيه اللي تحصلت عليها، جات بنينه بزاف، نتمنى انكم تجربوها.